كتير بتتقال للمتزوجين حديثا، ويا عيني هم مبقوش عارفين يسمعوا ايه ولا ايه ولا ايه، وبيحصل لخبطه، مش عارفين هو اللي بيسمعوه ده صح ولا غلط، هم يقولوا ولا ما يقولوش، يعملوا ايه. الحقيقه ان احنا لازم نبقى واعيين، احنا يا شباب يا اللي متجوزين، ولازم نقرا ولازم نفهم. اللي دايما بقولها لازم نفهم. ما تطلعيش سرك بره، ما تطلعش سر مراتك ولا بيتك بره، لكن بحدود. ربنا قال حكم من اهلها وحكم من اهلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تلاقي مشكله كبيره، لما حضرتك تلاقي جوزك بيضربك او مدمن او كذا، يعني حاجات صعبه، لما حضرتك تلاقي زوجتك مهمله جدا وما بتسمعش الكلام وبتتعصب زياده عن اللزوم قوي قوي، مفيش فايده من الكلام، يبقى لازم تلجأوا لحكم من اهله وحكم من اهلها، او واحد بس يبقى ثقه. لكن ان انا اسمع ان بنات بتتضرب من اول يوم جواز بس مش بتقول، او ولد عريس مراته ما بتسمعش الكلام ولا بتعمل ولا بتسوي و و و و وما بيقولش، بدعوى ان هم ما يطلعوش سر بيتهم بره، لا ده كده غلط. لازم نبقى فاهمين امتى نتكلم وامتى ما نتكلمش. اوعي تسكتي عن حاجة عنيفة بتحصل لك، واوعي تسكت عن حاجة غير طبيعية بتحصل لك. خليكوا يعني مفرقين كويس قوي بين اللي يتقال وبين اللي ما يتقالش، وربنا يا رب يهدي سر كل البيوت. السلام عليكم.